بعد الاتفاق بين كابتن محمد رمضان وكولر على التعاقد مع جناح ومهاجم، تعالى اقدم لك تحليل شامل عن اهم صفقة واقرب صفقة للاهلي الفترة اللي جاية، مصطفى زيكو. تعالى الاول اقول لك ارقام الموسم ده مع زد والموسم اللي قبله مع حرس الحدود. مصطفى الموسم ده مع زد لعب 33 ماتش، 33 ماتش، بدأ 25 كأساسي، سجل 12 هدف وصنع هدفين. طب الموسم اللي قبله مع حرس الحدود، الموسم اللي قبله مع حرس الحدود سجل 6 أهداف وصنع 3 أهداف، وكان نجم الفريق رغم هبوط حرس الحدود، بس هو كان بيلعب لوحده تقريبا. اولا انه بيقدر يلعب في كل المراكز الهجوميه تقريبا، كجناح يمين وجناح شمال وشادو سترايكر وكمان سترايكر صريح، فهتبقى صفقه واحده بس هيحل لك كذا مشكله في الخط الهجومي الفقير الى حد ما دلوقتي في النادي الاهلي. طيب على المستوى الفنيات، الولد ما شاء الله مهاري جدا وسريع وهداف، وكمان واصل لاعلى مستوياته الفتره دي، تقدر تقول عليه بيعيش فتره النضج الكروي بتاعته. والاهم من ده كله يا عم الاهلاوي، انه لعيب عنده ثقه في نفسه كبيره جدا، وكمان بيظهر في الماتشات الكبيره والتقيله، يعني مش لعيب ماتشات صغيره. وتعالى اقول لك ازاي. في ماتش بيراميدز وزد في نهائي الكاس مثلا، كان بيلاعب بيراميدز لوحده حرفيا، لولا التوفيق كان هيسجل هدف عالمي دبل كيك، كان هيبقى من احلى اهداف الموسم، ولكن حظه كان وحش. كمان في ماتش الزمالك في الدوري قدر يسجل هدف جميل جدا بشماله، كان من نجوم الماتش وعمل كل حاجه في دفاع الزمالك. بيقدر يلعب برجلين الاتنين بشكل كويس جدا، وكمان بدماغه بشكل كبير. تعالى نحلل كام لعبه مع بعض لمصطفى زيكو عشان تتاكد من كلامي ده بنفسك. وده أول لعبة معانا وأول هدف معانا. عايزك تركز على خطوات زيكو وهو بيغفل مدافع البلدية بالمعنى الحرفي، استنى الباص وما فكرش، هي واحدة على طول بليسنج في البعيدة عشان يسجل هدف جميل على طريقة مؤمن زكريا، ربنا يشفيه ويعافيه. وتاني هدف معانا ورأسية جميلة في شباك بيراميدز في الدوري، ازاي قدر يرتقي أعلى من المدافع رغم ان عدد المدافعين اكتر من عدد المهاجمين اللي موجودين من زد، وقدر يوجه الكوره بزاويه عشان الحارس يتفرج عليها زينا زيه بالظبط. وده اثبات على شخصيه زيكو ومهارته في ضربات الراس كمان. وزي ما شفنا هدف وهو جناح شمال وشفنا هدف وهو مهاجم، لازم نشوف هدف وهو جناح يمين. الراجل ده حرامي تحركات وسرقه مدافعين، عنده ذكاء مش طبيعي في الحته دي. شوف هنا تحركه وكسره لمصيدة التسلل وانطلاقته بالكورة والفينش اللي ما فيهوش اي فزلكة، قوية بوش رجله في البعيدة عشان تبقى هدف جديد لزد. الهدف الرابع والاخير، وعايزك تركز ازاي الفاول اتلعب بسرعة، وازاي هو قدر ينطلق بين المدافعين بسرعته بالكورة، وازاي برضه قدر يفنش بشماله بالدقة والمهارة دي في الزاوية الضيقة للحارس اللي ما بقاش عارف يتعامل مع الكورة ازاي. اهم حاجة بقى بعيدا عن الفنيات اللي اتكلمنا فيها والاهداف والارقام وكل حاجة، مصطفى زيكو اهلاوي حتى النخاع، لعيب هيجي يلعب بروح التيشيرت الاحمر بتاع النادي الاهلي، لعيب هيعمل كل اللي يقدر عليه في الملعب. انت متأكد من جواك انه مش هيبخل بنقطة عرق، لانه اهلاوي صميم وما بيحبش يخسر. فلعيب هيفيدك على المستوى الفني طبعا زي ما اتكلمنا، وكمان على المستوى الروح اللي هيلعب بيها مع النادي الاهلي لو انضم ان شاء الله. بالنسبه لي مصطفى زيكو هو اهم صفقه للاهلي الفتره دي، او اهم صفقه محليه للاهلي الفتره دي يقدر يخلصها من زد. لو عجبك الفيديو ومقتنع زي بمصطفى زيكو، تقدر تشيره عشان الفيديو يوصل للاداره، وان شاء الله زيكو قريب في الاهلي، وخدوها مني كلمه. سلام.